يضم الواقع الصحي في العراق. وعلى مستوى الخدمات 3 مستويات للخدمات. المستوى الأول وهو الرعاية الصحية الأولية، إذ يوجد في العراق وفي نهاية عام 2009 2168 مركز رعاية صحية أولية، وبواقع مركز صحي لكل 15,000 نسمة. المراكز الصحية تقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم المراكز الصحية التي تدار من قبل أطباء، وقسم من المراكز الصحية تدار من قبل العاملين الصحيين، وأي ما يسمى بمراكز الصحة الريفية. في العراق هناك 220 مستشفى حكومي بواقع 40,000 سرير، ومقابل 100 مستشفى قطاع خاص بواقع 3000 سرير. يوجد 6500 طبيب أخصائي في العراق، ومجموع الأطباء بصورة عامة في العراق من اختصاصيين وممارسين وأطباء دراسات عليا ومقيمين 23,000 طبيب بواقع 7 أطباء لكل 10,000 نسمة. يوجد 4860 طبيب أسنان، من ضمنهم 500 طبيب اختصاص وبواقع 1.5 طبيب لكل 10,000 نسمة. يوجد حوالي 5500 صيدلي، من ضمنهم 150 صيدلي اختصاص بواقع 1.8 صيدلاني لكل 10,000 نسمة. 45,000 تمريض، عدد الكوادر التمريضية العاملة في وزارة الصحة بمختلف اختصاصاتهم، بواقع 13 ممرض أو ممرضة لكل 10,000 نسمة. وذوي المهن الصحية العاملون في وزارة الصحة العراقية 15 من ذوي المهن لكل 10,000 نسمة، مجموعهم 50,000 عامل صحي من ذوي المهن الصحية. النظام الجديد لوزارة الصحة العراقية يعتمد على الرعاية الصحية الأولية. في عام 2003 كان بحدود 850 مركز صحي في العراق، الآن 2168 مركز صحي. وبدأ العمل بنظام طب الأسرة واعتماد الزائر الصحي، بالإضافة إلى تحديث كافة المراكز الصحية بالأجهزة الطبية والمختبرات ضمن خطة عشرية للوصول إلى واقع مركز صحي لكل 10,000 مواطن، بالإضافة إلى الوصول إلى هدف طب الأسرة. هناك مشروع ابتدأ بالواقع ببناء 10 مؤسسات صحية كبيرة بواقع 500 سرير لكل مستشفى، الآن قيد الإنجاز. يتوزع بواقع لكل محافظة مستشفى تعليمي بسعة 500 سرير، بالإضافة إلى 5 مستشفيات أخرى الآن قيد الشروع بالعمل، فيصبح في كل محافظة من محافظات العراق مستشفى تعليمي جديد بواقع 500 سرير. وابتدأنا بواقع أيضا تطوير خدمات صحة الأم والطفل، وإنشاء مستشفى جديد بكل محافظة بسعة 300 سرير، وفي عام 2010 سيشهد بناء أول مستشفى من هذا المشروع. بالإضافة إلى مستشفيات في الأقضية بواقع 200 سرير، ولدينا الآن عدد من الأقضية مستشفياتها أنجزت والآخر قيد الإنجاز. وإنشاء مراكز سرطانية جديدة توزع على محافظات العراق. المرحلة الأولى هي 3 مراكز صحية في البصرة وفي الحلة وفي الرمادي، بالإضافة إلى 2 في بغداد تنجز خلال عام 2011. تم تحديث النظام الصحي في العراق وتحديث الأجهزة الطبية، وتم رصد بحدود 500 مليون دولار لتحديث الأجهزة الطبية. والآن وصلت معظم عقود الأجهزة الطبية التي تشمل أجهزة المعالجة الشعاعية، وكذلك أجهزة الرنين المغناطيسي، أجهزة المفراس، أجهزة الماموغراف، أجهزة الإيكو، بالإضافة إلى محطات الإنعاش سواء كانت للقلب أو الرعاية التنفسية. هذا المشروع يهدف إلى تحديث المؤسسات الصحية العراقية من ناحية الهيلث تكنولوجي، علما أنه آخر جهاز نصب في العراق كان في عام 2002، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة المختبرية واستحداث النظام المختبري الجديد الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة. أيضا قمنا بتحديث كافة التشريعات الطبية بما يتلائم مع الدستور العراقي الجديد ويتلائم مع متطلبات العمل في العراق الجديد، والتي تمثل اللامركزية الجزء الكبير منها. تم الوصول إلى نسبة 30 وفاة لكل 100,000 ولادة بالنسبة للأمهات، وفيات الأمهات، بعد ما كان الرقم 291 لكل 100,000 ولادة في عام 1994. وكذلك تم تخفيض نسبة وفيات الأطفال من 56 وفاة لكل 100,000 عام 2005 إلى 30 وفاة لكل 100,000 عام 2009. انخفاض كبير في الكوليرا من 5,000 حالة عام 2007 إلى 6 حالات عام 2009. السيطرة على الملاريا، ولأول مرة لم تسجل أي حالة وطنية، سجلت حالة وافدة واحدة فقط. وخلو العراق للسنة التاسعة على التوالي من مرض شل الأطفال. والعمل الأكاديمي مع الكلية الملكية البريطانية تم توقيع مذكرة تفاهم، ولأول مرة بعد 30 عام من الانقطاع